بسم الله. اليوم غادي نعمل معكم الحبايب ديالي هاد الكيكات الجزر اللي كتجي روعه وسهله مهله وكتوجد في رمشه عين. عندكم 10 دقائق الخدمه ديالها وواحد 45 دقيقه للطياب وها هي كتكون واجده معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يوم جديد وحلقه جديده من قناتكم اللي انتم دائما منورينها يومياتي من امستردام. إن شاء الله يا ربي حتى هاد الحلقة تجبركم وانتم بتمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله بغيت نعمل معكم هاد كيكات الجزر نزلا عن بزاف د الطلبات الناس كيقولوا لي عملنا معنا كيكات اللي فيهم الجزر. ان شاء الله هذه وحده وغادي نبارطاجي معكم الثانيه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب ديالكم. هاد الكيكه غادي نستعمل لها هاد المول هذا كيف ما تقدروا تستعملوا له اي مول نتوما باغيينه. عندي جوج الجزرات الحبايب ديالي، استعملت غير جوج ماشي ثلاثه اللي حكيتهم في هاد الحكاكه هاديه. انا غادي نبدا معكم ان شاء الله دابا في الشارع العمل. بسم الله. المقادير اللي هي كالتالي: عندي 5 البيضات، عندي كاس لاروب د الزيت، كاس مع مرشيد السكر، عندي القرقاع حسب الذوق، عملوا الكميه اللي نتوما باغيينها، عندي جوج د الجزرات اللي انا بشرتهم هيدا كيف ما شفتوا، عندي هذا دانون هذا اولا يوغورت اللي فيه الشوكولات كيعجبني كنعملو في الكيك كيجي واحد المذاق ديالو مزيون، وعندي هنايا الدقيق جوج كيسان، عملت لهم واحد المعلقه د القرفه وحراس معلقه د سكينجبير مع القبيصه د الملح، وعندي هنايا خماره وجوج الفانيات. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجها الحبايب ديالي، سهلين واضحين ان شاء الله. غادي نبداو في شرع العمل. غادي نبداو البيض ديالنا كيف ما قلت لكم عندنا 5 البيضات. كيف ما تقدروا اذا عندكم البيضات كبارين تعملوا غير 4. انا هادو هما موسطين اللي عملت 5 وعلى حسب المول اللي غتعملوا فيه الكيك ديالكم. غادي نضيف هنايا قبيصه د الملح طبعا، نضيف السكر، وغادي ندرب هنايا الحبيب ديالي بالباتور. غادي نوقف الصوت باش ما يصدعكمش. هنا غادي نضيف الفانيليا، وغنبقى ندرب وانا كنضيف الزيت شويه بشويه. وغادي نضيف اليوغورت اللي قلت لكم بنكهه الشوكولاته. كيف ما نتوما كتعرفوا بان الجزر كيتواتر بزاف مع الشوكولات، كيعطي واحد النكهه مزيونه. هاد دانون كيف ما تقدروا تستعملوا دانون طبيعي اولا باي نكهه نتوما باغيينها. نعاود واحد تضريبه خفيفه. هنايا غادي نضيف الدقيق ديالي، انا الحبايب ديالي سكت الصوت باش ما نصدعكمش بالباتور. قلت لكم الحبايب ديالي هنايا غادي نضيف الخميره اللي عندنا، غادي نضيفها هنايا للدقيق حتى هي خميره من فئه 15 غرام، وغادي نبقى ندرب شويه
بشويه ماشي بسرعه اللي هي قويه، يعني واحد اليد كندرب به هيدا واليد اخر كنغربل به غير باش يتحرك معنا داك الدقيق وصافي دغيا دغيا. حنا عندنا الغرض ان البيض ديالنا يبقى منفوش ما نطيحوهش فقط شويه، ومن بعد غادي نكملو بسباتولا. خليت واحد شويه د الدقيق في الغربال ديالي. هنا الحبايب ديالي غادي نضيفو على الكركاع اللي عندي، كنضيفو الدقيق هيدا للكركاع باش كيمشي لنا في الكيك كامل. كل ما كنعطو شي عطه كتجينا فيها الكركاع. وخليتو هيدا الطروفه شويه كبيبرين، ما طحنتوش اولا قطعته غير بيدي بالموس باش ملي كناكلو الكيك كيجينا داك المذاق ديال الكركاع مقرمش فيها. وغادي نحرك غير بسباتولا. غادي نضيف الكميه ديال الجزر اللي عندي حتى هي، دائما الجزر كنضيفوه هو في المرحله الاخيره باش ملي كنبقاو نحركوه حتى هو ما كيطلقناش يعاود السوائل ديالو بزاف. هذه هي الكيكه ديالنا كتجي لهذا القوام. ونكون هنايا دهنت المول بالزيت ورشيت عليه الدقيق هيدا باش انني كنتجنب ما يلتصقش معايا الكيك ديالي، وكنكون مرتاحه من هاد الناحيه هاديه. وكنخوي الخليط الكيك ديالي هيدا كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيكون مهوي، وكيجي واحد الكيك اللي مزيون بزاف ومغاير على الكيكات الاخرين اللي كنعملو. الكركاع والجزر والشوكولات كيتواتاو مع بعضيتهم كيعطيو واحد النكهه مزيونه في الكيك صراحه الله. وان شاء الله يا ربي ما تنساونيش من بارطاج الفيديو مع الاهل والاصحاب باش هيدا تكبلنا القناه بجهد الله وجهدكم. ما تنساونيش من دعوه خالصه من القلب، وبدوري كان ندعي مع كل وحده كتدعي معايا ومع كل المسلمين. الله يحقق لكم كل ما كتمناو ان شاء الله يا رب العالمين، والله يعطي لكم كل ما كتمناو لنا اضعاف مضاعفه، والله يفرح قلبكم. هنا الحبايب ديالي سخنت الفرن ديالي على درجه الحراره 170. خليت الكيك 45 دقيقة في الفران حتى حسيت به بدا ينشف لي وتحمر. ومن بعد جبت الكيك ديالي وعملت فيه هيدا واحد العود وكنشوفوا واش يابس. اذا يابس راح الكيك طايب معنا، واذا كان ماشي يابس كيكون باقي يعني خاصو الطياب. هنا قلبت الكيك ديالي وكنت صراحه الله ما بغيتش نزينو لان المول هو مزين راسو براسو. صراحه الله مول مزيون يستحق ان الانسان يشريه بلا ما يبقى الانسان يزين في الكيكات. كان هذا هو الكيك اللي انا عملت معكم اليوم. كنت قلت ما غاديش نزينو، ولكن حبيت نعمل له هيدا شويه كريم فريش، ولكن ما كنصح حتى شي واحد يستعمل هاد كريم فريش اللي كتجي على شكل مضربه. من الاحسن نشريو كريم فريش اللي هي سائله ونضربوها بيدنا كتبقى شابره في راسها. هذه دغيا دغيا دابت معايا، ولكن معليش المذاق كان ما شاء الله. الكيكه هي هديه نزولا عن طلب بزاف الصديقات صراحه الله. وواحد الغزاله اللي اسمها مريم اللي هي بنت عمتي صراحه الله حتى هي اليومين ذكرتني به، وقلت صافي جا الوقت ديالو ان شاء الله نعدلوه باذن الله وعملته. وحتى هي صراحه الله عطاتني مقادير الكيكه اللي كتعدلها وشاركاتها معايا، وانا عملتها تقريبا وضفت له بعض الاضافات. ان شاء الله يا ربي ينال الرضا ديالكم ويعجبكم. من هذا المنبر كنوجه تحيه للعائله ديالي كامله والاهل ديالي. شكرا لك مريم حبيبه ديالي اللي كتفكر فيا. شكرا اي وحده كتكتب لي كومونتير كتدعمني. شكرا اي وحده كتبارطاجي الفيديو ديالي مع الاهل والاصحاب ديالها وكتنزلوا في ستوريات. من هذا المنبر كنقول لكم الله يفرح قلبكم كيف ما كتفرحوني دائما.
هنا كنقطع الكيك ديالي، هنا باقي سخون صراحة الله، باقي في القرمشة ديالو وانا كنقطعو. المهم ان شاء الله يا ربي ينال الرضا ديالكم ويعجبكم هذا الفيديو. ما تنساونيش بدعوة خالصة من القلب، وشكرا للمتابعة ديالكم، الله يخطيكم عليا، وكنشكر كل واحد كاين في حياتي، الله يخطيك عليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.